السلام عليكم. يقول خالد بن معدان وهو من السلف الصالحين: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. خالد بن معدان هذا رحمه الله كان يسبح الله عز وجل في اليوم والليلة 40,000 تسبيحة، حتى أنه لما مات أصابعه تتحرك لأنها كانت معتادة على التسبيح. فإذا فتح لأحدكم كما قال خالد بن معدان: فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، بمعنى إذا وجدت انشراحا لطاعة من الطاعات، إذا وجدت انشراحا في التسبيح، إذا وجدت انشراحا في قراءة القرآن، إذا وجدت إقبالا لقلبك على مساعدة الناس، على صلة الأرحام، فالزم هذه الطاعات ولا تتركها، فإنه لا يدري متى يغلق عنك هذا الباب، إما بموتك أو تجد إدبارا ومللا. فإذا وجدت قلبك أقبل فخذه بالطاعة، وإذا وجدته أدبر فدعه ولا تضغط عليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها ودعوها عند فترتها وإدبارها. لا تضغط على نفسك إذا كانت لم تقبل على طاعة من الطاعات، واسأل الله عز وجل أن يغير حالك، لأن الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال ابن عباس: لا حول لي على الطاعة إلا بك، ولا قوة لي على ترك المعصية إلا بك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للطاعات وأن يميتنا عليها.